الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ منورين دنيتك مع شيماء. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يا رب يجعله عيد كده مبارك علينا وعليكم جميعا، ويبلغنا يا رب يوم عرفة على خير، ونكون يا رب من المغفورين ليهم بإذن الله. النهاردة فيديو بجد يعني تشجيعي وتحفيزي، وإن شاء الله هتستفادي منه بمعلومات كتير حلوة. هنعمل مع بعض حاجات كتير، هعرض لك مشتريات، وهنعمل السمنة والزبدة في البيت، وهنخزن، وهنعمل صابون، وهنعمل حاجات كتير قوي. هنتعلم ازاي نوفر، وكمان ما نحرمش نفسنا ونملى بيوتنا خير. فاتمنى ان انتم تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتكملوا الفيديو معايا. النهاردة بصوا المشتريات بتاعتي دي مش في يوم واحد، دي كانت كذا يوم. يعني اول يوم اللي عرضته معاكم قبل كده ده كان يوم تاني. كل يوم فعلا كنت الفلوس اللي موجودة او المتاحة عندك في بيتك اللي تقدري ان انتي تنزلي تجيبي بيها حاجة، فانزلي وهاتي بيها حاجات في البيت تقدر يعني تفيدك وتملى بيتك في ايام العيد وغير كمان العيد. تجيبي بقى اللي ناقصك، يعني مكرونات، عايزة مثلا لحوم، عايزة فراخ، على قد ميزانيتك. يعني ما ترتبطيش بعيد كبير اصل ده عيد لحمة، لا ده عيد صغير اصله ده بناكل فسيخ ورنجة. هاتي اللي بيتك بيحبه واللي ولادك وزوجك وانتي بتاكليه، وكمان هاتي اللي ما يكلفكيش. مفيش دعوة خالص عشان مثلا ده عيد لحمة ومثلا اللحمة غالية او ظروفك مش مناسبة فلازم تضغطي على نفسك وتجيبي. لا ابدا مش لازم يعني. فحسب امكانياتك. كنت مكلماكم في فيديوهات سابقة قبل كده ان كل بيت وليه متطلباته واساسياته ودخله، وهتكلم معاكم باستفاضة بس في اخر الفيديو. تعالوا بس دلوقتي هكلمكم عن ازاي تملي بيتك خير بجد بحاجات بسيطة قوي. بصوا دي زبدة انا عاملاها في البيت، عاملاها كده بشكل صوابع. انا هقول لكم ازاي دلوقتي. دي كده زبدة بلدي. اوكي. اللي جنبها بقى دي سمنة البلدي اللي بنعملها في البيت. واللي جنبها كمان البطرمان اللي انا بفتحه دي سمنة. ايه الفرق بقى بين السمنة والسمنة دي والزبدة اللي انا بوريها لكم دي السمنة اللي بنعملها من قشطة اللبن بس اللي من غير ضرب. يعني اللي انتي بتجيبي القشطة على طول تحطيها على النار، بتطلع سمنة وكل حاجة، بس بيبقى لونها عارفين معكر كده شوية، ما بتبقاش صافية وحلوة زي دي. يعني دي مضروبة بقى. السمنة دي كانت عندي بس انا كنت بقى ضرباها. شايفين شكلها؟ وعايزة اقول لكم ريحتها والله سمنة بلدي خطيرة، ريحتها حلوة قوي في الاكل. طب الزبدة دي يا شيماء بتعمليها ازاي؟ الزبدة دي بقى بعد ما بضربها، يعني انا بضرب القشطة احطها على النار تبقى سمنة، ما احطهاش على النار واعصرها كده بايدي جامد وانزل الشرش كده منها واكورها، دي بتبقى زبدة. انا بكورها كور صغيرة زي صوابع كده وبحطها في الفريزر. برضو لما اجي اعمل رز، اجي اعمل اكل، بسحب كده صباع او صباعين وبعمل وبتبقى حلوة قوي. ولو عجبتكم الطريقة او عايزينها اكتبولي تحت واعمل لكم فيديو مخصوص عنها. دي القشطة اللي كانت موجودة عندي، دي قشطة وش اللبن. تقدري بقى تشيليها في الفريزر لحد ما تكوني كمية كويسة تعمليها. بصراحة دي مش القشطة كلها اللي انا بشيلها، عندي اختي بتستهلك يعني بتشيل قشطة كتير بس هي مش بتعمل فيها حاجة، فانا باخد القشطة بتاعتها على بتاعتي وبعمل السمنة دي على طول. بصوا بقى عملت ايه. المفروض هنا يعني هي فكت مني زيادة عن اللزوم، المفروض ان هي ما تفكش منك قوي قبل الضرب، يعني تطلعيها من الفريزر تفك مثلا نص فكة كده تبقى لسه متجمدة. دي احلى طريقة لو عايزة كمان تعمليها زبدة، علشان تقدري تمسكيها بايدك وتعصريها كده وتحطي تحتيها مصفى او حاجة، وتطلعي بقى ايه منها الزبدة وتطلعي الشرش على جنب. بصوا عشان تعرفي امتى ان خلاص الضرب كده خلص معاكي، بتحطيها تضربيها الاول بتبقى عاملة زي الكريمة كده تقيلة كده، يعني لا محتاجة تتضرب تاني لحد ما شايفين القوام بتاعها هنا عامل ازاي، سايل كده وخفيف وبيبقى انسيابي شوية، بيبقى كده تمام اهي. بصوا جامدة.
بصوا دي بقى المرحلة التانية، شايفين؟ سهلة كده وخفيفة وبتعمل زي شكل مخروط كده، شايفين؟ اللي هي المطة اللي فوق دي. كده خلاص هاخدها بقى وهحطها على النار، هي بتاخد وقت. الاول على نار بس عالية، الاول اول ما تسيح وتاخد غلوة كده توطي عليها بقى جدا وتسيبيها لحد بقى ما خلاص تكون مرتة تحت، وبعدين السمنة تفصل ويبقى تمام. انا هنا غلطت، كنت حطاها في حلة صغيرة شوية، فاول طبعا ما النار غالية لقيتها فارت وبهدلت لي البوتاجاز. فهنقلها بقى دلوقتي حلة اكبر، يعني انت من الاول خليكي بقى في حلة كبيرة، وسبتها بقى تكمل كل السوا. اهي بصوا بوريكم ان هي فارت وحطيتها في الحلة الكبيرة. تمام كده. وهسيبها بقى لحد ما تخلص خالص السوا، زي ما قلت لكم كل فترة، يعني كل مثلا نص ساعة ساعة الا ربع يعني تفتحي عليها النار وتديها تقليبة وتسيبيها خالص، هتلاقيها المرتة تحت وبتطلع بقى السمنة فوق. بس بصراحة هي بتطلع كمية كده، هي مش مرتة، انا مش عارفة، بتطلع كمية كبيرة. اللي عنده بقى فكرة يا بنات ان احنا نستخدم دي في ايه قولولي، لان بصراحة انا مش بستخدمها ويعني وبرميها. الاول كنت بحطها في المش، فقعدت احط لحد ما اتملى. فمش عارفة بقى، ما عنديش افكار تانية بصراحة. اللي عنده فكرة ازاي استخدم دي يكتب لي تحت في الكومنتات، علشان ايه مرميهاش يعني. بعد بقى ما خلاص خلصتها وصفتها، فبدأت احط اهي في بطرمانات. دي الكمية اللي طلعت لي التلاتة دول. ريحتها حلوة قوي قوي يعني. بقى بصوا في الاكلات، ما يعني مش عايزة اقول لكم في الرز ابو شعرية ولا في البيض، بجد جميلة. حطيتها في التلاجة بقى، حبيت برضه اوريها لكم بعد ما تماسكت. اهو ده لونها وطعمها جميل جدا. الفيديو ده انا عاملاه علشان بجد اشجعكم واقول لكم ان ممكن نملى بيتنا كله خير ونعمل حاجات جميلة ونوفر وندبر، بس مش لازم تكلفي. يعني مش لازم علشان عيد اضغط نفسي واضغط جوزي واجي على بيتي علشان عايزة اجيب حاجات معينة. والله ما فيش احلى من ان تبقي انت مبسوطه وبيتك مبسوط بقليل او بكتير. يعني مثلا هقول لكم، انا اولا بعمل العدس قصدي الحمص والترمس ده، انا ما اشتريتهمش، دول كانوا عندي من العيد اللي فات وكنت نسيت اعملهم، فقلت خلاص فرصه العيد ده اطلعهم واعملهم. ما تجيش على بيتك والله، مش حاجة حلوة ان انت تبقي زنقة نفسك وزنقة جوزك وعاملة زي ضغط كده في البيت عشان خاطر لازم تجيبي حاجات معينة. مشي باللي على قدك، كفاية ان انتي تبقي بيتك يبقى ايه عارفين فيه كده رضا وفيه راحة، ما يبقاش فيه مشاكل. كفاية ان جوزك يبقى حاسس ان انتي بتدبري وتوفري. عنوان الفيديو ده والله مش كلام على الفاضي. انا الحمد لله يا رب دايما جوزي بيقولي كده، بيقولي انتي تراب في ايدك ذهب. ليه بيقول كده؟ لان دايما الحمد لله يا رب انا مش ضغطاه، على قد اللي معانا بقدر امشي بيتي. في حاجات بسيطة ممكن تبقى موجودة، لأ بافكر إن أنا أستغلها. طب ليه ما أعملش منها كذا، ليه ما أوفّرش وأعمل كذا، ليه مثلًا دلوقتي لمّا تشوفي في خضار رخيص مثلًا وتقولي لأ أنا هاجيب كمية وأفرّزه، طب ما ده توفير، ده توفير وإحساس. يعني مثلًا دلوقتي لمّا إحنا كنا جايبين التوم في رمضان كان ب5 و6 جنيه، وجبنا وفرّزنا وعملنا كمية كبيرة، شوفي التوم دلوقتي بكام، هل ده مش توفير؟ لمّا بتلاقي مثلًا نوع خضار قرّب يخلص وخلاص سعره بينزل وبتجيبي، وإن أنتِ بتتعبي يوميها مثلًا، بس بعد كده بتملي بيتِك خير وبتوفّري. شوفي بعد كده بتجيبيه بكام في الغلا وبيبقى بكمية أقل. فكل ده إحساس. يعني ربنا يعيننا جميعًا يا رب، إحنا في أيام صعبة. مش لازم إحنا كمان بقى نتقِّل على نفسنا، اللي في إيدينا نجيبه، واللي مثلًا مش قادرين نجيبه دلوقتي فممكن نجيبه بعدين. آمم مش كل حاجة عايزينها فاهمين نقدر إن إحنا نجيبها. كمان عايزة أقول لكم والله ما فيش أكتر يعني ولا أحلى من نعمة الصحة. يعني الواحد لمّا بس بييجي له حبّة تعب شوية، بيتمنى أكتر حاجة في الدنيا إن هو بس يبقى كويس وواقف على رجليه. فربنا يمتّعنا جميعًا بصحتنا. ولو الحاجة جات مثلًا في الفلوس، فدي أهون حاجة، أحسن ما تيجي مثلًا في صحة، أحسن ما تيجي في مشكلة، أحسن ما تيجي في أولاد. فدايمًا كده ادعوا ربنا يمتّعنا جميعًا كده بالصحة وبالستر. ويرزقنا طبعًا بكل اللي فيه الخير لينا. ما تعرفيش
ربنا لو منع عنك حاجة بيمنعها ليه؟ ربنا لما بيمنع لسبب، ولما بيدي لسبب. ممكن يكون مانع عنك حاجة انت مثلا شايفاها عند غيرك، عشان لو جاتلك انت ممكن تعملك مشاكل. على فكرة ممكن ما تبقاش نعمة، ده تبقى نقمة عليكي. فدايما ارضي. وحتى لو بصينا غصب عننا احنا بنبص للي حوالينا، بس خلي عينك حلوة، عين تتمنى ما تحسدش، عين تقول يعني تدعي للي شافته حلو. شفتي حاجة عند غيرك قولي ربنا يبارك له فيها ويديني يا رب، ويديني زيها. فالرضا ده فعلا الرضا لمن يرضى. دايما انت لما بترضي والله كفاية الطمأنينة اللي انت بتبقي حاسة بيها. وكمان يا جماعة الست هي مصدر كل حاجة في البيت. في ستات يعني انا اعرفهم شخصيا، ربنا يهدينا ويهديهم، والله عندهم حاجات كتير جدا وما عندهمش نعمة الرضا. دايما باصين للي في ايد غيرهم، ممكن تبقى هي مش محتاجة اصلا اللي في ايدك ده وبرضه بصالك فيه، وهي معاها وتقدر تجيب الاحسن، بس بقى دايما شكاية، بتقعد تشتكي ما بتحمدش ربنا. فكل الحاجات دي مزايا يعني عيوب وحشة، لازم بجد لو هي موجودة فينا نتخلص منها تماما. عايزة أرجع بقى للفيديو عشان أنا تُهت كده منّكم. أنا كنت باورّيكم هنا إن أنا كنت طبعًا لقيت البامية خلاص بتخلص، فجِبت كمية كده وخزّنتها. وكمان بقى الصابون، جِبت صابون برضه وقُلت أوفّر وأعمله في البيت، طلّع لي كمية حلوة. أنتم عارفين دلوقتي الصابون المواعين غالي جدًا، حتى السايب بقى ب8 و10 جنيه الكيلو. فجِبت الكيس ده، هو المفروض بيعمل 8 لتر، بس أنا حطيت عليه 6 قُلت علشان يبقى مركّز أكتر وأتقل. فيعني الفيديو النهارده باقول لِك إن أنتِ خليكِ كده راضية وحامدة ربنا، وإن شاء الله ربنا يرزقنا بكل اللي فيه الخير لينا. أي حاجة في إيدِك توفّريها، خليكِ شاطرة ومدبّرة وفكّري ووفّري. وإن شاء الله دايمًا كده خليكِ عارفة إن الرضا لمن يرضى. وكمان ربنا بيعوّض الصابرين، الصابرين بخير. وربنا يا رب يمتعنا جميعا بالصحة والستر، ويرزقكم ويرزقني بكل اللي فيه الخير ليكم. بتمنى بقى لو وصلتي لحد هنا معايا في الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك، وكلمة جميلة كده منك تسيبيها لي تحت. واستنوا بقى الفيديو اللي جاي كمان حلو قوي هيعجبكم. كل سنة وانتم بألف خير يا رب، انتم وكل حبايبكم، ومنورين دنيتي. وباي باي.